الرحمن الرحيم. أنا الملازم أول أمجد محمد الحميد، بدوي من عشيرة الحديديين من مرتبات اللواء 13 دفاع جوي. أعلن انشقاقي عن الجيش العربي السوري، وهذه هي بطاقتي العسكرية. سبب انشقاقي هو عندما نزلت إلى البيت بتاريخ 28/5/2011، وقد وجدت مدينة الرستن مطوقة بأكثر من 300 دبابة وعربات BMW وباصات من الأمن المدججة بالأسلحة والعتاد، ورأيت خلالها كيف تم القصف مدينة الرستن بمدافع الدبابات والرشاشات لمدة 3 أيام بدون تمييز، وتهجير الأطفال والشيوخ والنساء إلى المزارع، حيث تم خلالها قطع الماء والكهرباء والهواتف، وتم قصف خزانات المياه والقتل العشوائي للمدنيين. ولما رأيت من هذه الأحداث بعد دخول قوات الأمن والجيش ونهب المحلات والبيوت وتدميرها بالرصاص، لم ألتحق لأنه كان قد توفي ابن عمي عبد الحميد الحميد في أول هجوم على مدينة الرستن على أيدي قوات الأمن والجيش، وقد طلبت للتحقيق. وكان نائب مدير الإدارة اللواء محمود عيروطة واللواء حسن إدريبي وقسم من المخابرات، وسألني شو عم تنزل مشان تصلي الجمعة خميس وجمعة. هذا هو الجيش العقائدي. وقد أخذوا من بداية قيام المظاهرات النقيب بسام تامر دردر والرقيب أول بدر خرمة لصالح مهمات الأمن وقوات الأمن لكي يضربون المتظاهرون، ولما رأيناه في بلدة جسر الشغور ودرعا وتلبيسة ومعرة النعمان والإعلام الكاذب الذي يضلون به أفراد الجيش والنشرات الكاذبة، وعن وجود عصابات مسلحة. وأنا بدوري أنضم إلى لواء الضباط الأحرار، وأناشد الجيش العربي السوري الذي أقسم أن يحمي الديار والعرض ضباط وصف ضباط وأفراد بالانضمام إلى الشعب في المظاهرات السلمية المطالبة بالحرية. وعاشت سوريا حرة مستقلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.